ازاي مرتبك يكون كبير وتشتغل عدد ساعات اقل؟ في كل دفعة بتلاقي كام حد بيشتغل في أماكن واو بمرتبات عالية. حصل معاهم حاجة من اتنين: يا إما دي ناس شاطرة بزيادة عندها سكيلز فعلا فظيعة، ناس توب بجد فربنا كرمها وتستاهل المكان اللي هي فيه، أو ناس عندها علاقات كتير كويسة فالحظ لعب معاها. فبالتالي انت محتاج تكون حد من الاتنين دول. بس انك تعمل علاقات كتير حلو، معرفة الناس كنوز وبتفيد كتير، بس ها وبعدين بعد ما تتعرف على ناس كتير هتفضل قاعد مستني لحد ما الحظ يلعب معاك ويجيلك شغل في مكان من دول؟ ولا انك تشتغل على نفسك بزيادة عشان تكون من النوع الاول وربنا يكرمك ويديك اكتر بكتير من تعبك ومجهودك؟ ما تستناش تتخرج عشان تشتغل على نفسك، ولا تستنى لما تبقى في امتياز عشان تنزل تدريب او تاخد كورسات وتذاكر. خلي وقت في يومك كل يوم تشتغل فيه على نفسك، ايفن لو ساعة واحدة بس. بعد التخرج الحياة مش وردي والشغل مش آدمي. علشان تاخد في الشهر 2000 أو 3000 جنيه بتطحن بيهم طول